مرحبا ماي سويتيز، اهلا بيكم بقناتي. اليوم راح يكون الفيديو جديد من نوعه ما مسويته ابد على قناتي، واللي هو نقش الحنة. طبعا نقش الحنة جدا بسيط، راح اعلمكم بهذا الفيديو خطوة بخطوة شلون تنقشون الحنة، وراح انطيكم بعض النصائح اللي تفيدكم بنقش الحنة. فاذا حابين تعرفون شلون حصلت على هذه النقشة وشنو النصائح اللي راح انصحكم بيها، فتابعوا الفيديو للاخر. المواد اللي نحتاجها هي قمع بحنة. فإذا حابين تعرفون طريقة عمل قمع الحنة اكتبوا لي تحت بخانة التعليقات حتى أسويكم فيديو أعلمكم طريقة صنع قمع الحنة. فبداية راح أبدي برسم أوراق الوردة وبهذا الشكل. طبعا طريقة جدا سهلة. النصيحة الأولى حتى تسهل عندكم عملية نقش الحنة، أخذوا قلم أبيض جاف وبعدها ابدوا برسم النقشة اللي تريدوها، وبعد ما رسمتوا النقشة خلوا الحنة على هذه النقشة اللي سويتوها، وبهذا ما تتخربط عندكم النقشة. ورسمت هذه الأوراق، وبعدها راح أبدي بوضع نقاط، وبهذه النقاط راح أبديها من طرف الورقة وراح أبدي أرسمها بشكل مموج بهذا الشكل. وبعدها راح أبدي برسم نقاط من الجهة الثانية من تحت، أنزل هذه النقاط بشكل مموج. راح أنهي هذه النقاط إلى هذا الجزء من الأصبع، وبعدها راح أرسم وردة صغيرة. راح أبدي بوضع حنة على أطراف الورق بهذا الشكل. النصيحة الثانية هي لازم يكون عندكم كلينكس حتى من يطلع هواية حنة من القمع تمسحون الفائض من الحنة بالكلين. وبعدها راح أرسم أوراق الوردة وراح أمليها بالحنة، وبعدها هنا مثل ما تشوفون دا أمسحها بالكلينكس وارجع اخلي الحنة على اطراف الورق بهذا الشكل واسحبها الى الداخل. النصيحة الثالثة هي من ارسم النقشة تكون ايدي بشكل مائل حتى تطلع عندي الحنة بشكل سلس، وراح اخلي نقاط صغيرة على اطراف الورقة. وبهذا أكون انتهيت من هذه النقشة. أتمنى يكون عجبكم الفيديو بنات واستفاديتوا من هذه النصائح. فلا تنسون تسوون لايك وتسوون نشر للفيديو، وأكيد لا تنسون تشتركون بقناتي إذا بعدكم ما مشتركين حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله. شكرا لكم وأشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.